السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني 2025، مع قناتكم قناة نصر اللغة العربية والامتحانات الشاملة من ملخصكم المفضل ملخص الأضواء 2025. طبعا يا جماعة 6 امتحانات شاملة. أول امتحان معانا الامتحان الأولاني، طبعا إن شاء الله الامتحانات دي بإذن الله من ملخصكم ملخص الأضواء ما يخرجش عنها الامتحان بإذن الله. ما تنساش ابن العزيز تشترك في قناة نصر اللغة العربية ومستر محمد سمير وتشارك الفيديو لأوسع نطاق، لأن طبعا مشاركة الفيديو ونشر العلم فيه خير كثير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا سؤالنا ابن العزيز وبنت العزيزة، اقرأ ثم أجب. القلب أكبر من مجرد مضخة. طبعا زي ما شايفين المقال طبعا بيبدأ: العقل وليس الدماغ مفهوم بالغ الأهمية عند الأطباء والعلماء النفسيين، إلا أنه لم يتم التركيز كثيرا على هذا الموضوع في معظم الكتب التعليمية، فكان يوضع تحت التصنيف نفساني من منظور فلسفي. ويجب على الأطباء النفسيين اليوم أن يكونوا على دراية ببعض نماذج العقل، فذلك يساهم على فهم مشكلات المرضى بشكل أفضل. هذا المقال يناقش بعض جوانب مكونات العقل، وهو مجرد خطوة في طريق طويل في ثقافات متعددة عبر التاريخ. كان القلب يعتبر المصدر للمشاعر والانفعالات وحتى الحكمة، بالإضافة إلى أن الناس اعتادوا اعتبار القلب المسؤول عن كل ما يمر بهم من أحاسيس، لديهم شعورهم بالحب. إلا أن العلماء كانوا يؤكدون على الدوام أن الدماغ هو المسؤول عن مثل هذه الأمور. المثير للاهتمام أن الدراسات الحديثة كشفت عن آليات فيزيولوجيا يقوم عبرها القلب بالتواصل مع الدماغ والتأثر على معالجة المعلومات الواردة. الإدراك الحسي هو المشاعر والصحة. هذه الدراسة قدمت الأساس العلمي لشرح كيف ولماذا يؤثر القلب على الصفاء الذهني والإبداع والاتزان في المشاعر. طبعا ابن العزيز سؤال رقم 1: ميز مضاد الإبداع في الفقرة الأخيرة. طبعا الإبداع هنا ما ينفعش طبعا مضاد التخلف، لأن التخلف مضاد التقدم. الجمود طبعا الحركة، والحياة الركود عكسها طبعا الاستمرارية، ولكن الإبداع مضاد التقليد. يبقى التقليد هو عكس الإبداع أو مضاد الإبداع. بعد كده ابن الغالي، لو احنا اتكلمنا على حدد الفكرة المناسبة للفقرة الثانية اللي هي المثير للاهتمام. طبعا معالجة المعلومات ما تنفعش، المشاعر والصحة ما تنفعش، النوافل العصبية ما تنفعش، طبعا الدماغ والقلب أو التواصل، تواصل الدماغ بالقلب وأثره، تواصل الدماغ بالقلب وأثره. حدد الفكرة المناسبة للفقرة الثانية: الدوائر الكهربية للقلب، مفهوم القلب في الثقافة القديمة والعلم الحديث، تواصل الدماغ بالقلب وأثره، الخلايا العصبية للقلب. السؤال الثالث: يستنتج من الفقرة الثانية أن الإدراك الحسي المقصود به طبعا المشاعر والصحة. لو لاحظنا يا جماعة بعد كده السؤال الرابع: حدد من البدائل التالية ما ذكره الكاتب في المقال يعتبر طبعا حقيقة علمية ولا تحليل فلسفي ولا وجهة نظر ولا تفنيد. طبعا ده حقيقة علمية، حقيقة ايه؟ علمية. بعد كده أي البدائل التالية يحدد المثير للاهتمام في الفقرة الثانية. طبعا أن العقل يوجه ضبط المشاعر إلى القلب، طبعا ما تنفعش. الإدراك الحسي تنبعث إشارات من العقل فقط، ما تنفعش. معالجة القلب للمعلومات الواردة من العقل، دي الإجابة الصحيحة، نمرة ج. بعد كده ميز مما يلي الأمر الذي يساعد الأطباء النفسيين على فهم مشكلات المرضى بشكل أفضل. عندنا إخضاع المرضى للتجربة طبعا، أو دراسة تاريخ العقل، أو فهم العلاقات بين العقل والقلب، أو الدراية ببعض نماذج العقل. طبعا الإجابة نمرة د، الدراية ببعض
نماذج العقل زي ما انت شايف كده في القطعة السابقة. السؤال السابع: حدد من خلال فهمك للمقال السابق العلاقة بين العقل والقلب. طبعا العلاقة بين العقل والقلب هي علاقة تكاملية تؤثر كل منهما على الأخرى، لأنها ليست متضادة أو مستقلة أو علاقة غير واضحة. السؤال الثامن: ابن العزيز: حدد الفكرة التي تؤكد أو تؤثر كل منهما على الأخرى. طبعا حدد الفكرة التي تؤكد عليها الدراسات الحديثة حول القلب. هنقول طبعا هي فكرة إيه بقى؟ فكرة أن القلب يتواصل مع الدماغ ويؤثر عليها. طبعا ده بالنسبة للسؤال الثامن. لو تطرقنا إلى السؤال اللي هو التاسع من مقال بعنوان الكلام والصمت: وإن ابتغيت الصمت فاعلم أن للصمت ضروبا وضروبا، والحق أن المتأمل في تراثنا الأخلاقي يجد الكثير من الأقاويل المأثورة في امتداح الصمت والثناء على محبيه والإشادة بذوي الهيبة من أهل السكوت. ولعل من هذا القبيل مثلا ما روي عن أحد الحكماء العرب من أن رجلا سأله يوما: متى أتكلم؟ فقال: إذا اشتهيت الصمت. وعاد الرجل يسأل: متى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. ومن ذلك أيضا قول جعفر بن يحيى: إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عيا. طبعا والحكمة بتقول: إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا المراد بكلمة العي طبعا اللي هو العجز عن التعبير عن المراد، عجز التعبير عن المراد، لأن طبعا كان الإكثار عيا اللي هو كثرة الكلام في موضوع عجز طبعا غلط. عدم القدرة على الفهم غلط. العيب والقدرة عدم القدرة على التحدث غلط. ولكن إذا كان الإيجاز كافيا فإن الكلام عجز التعبير عن المراد، كثرة الكلام زي ما احنا شايفين. نيجي بعد كده: أي البدائل التالية تعتبر من فضيلة الصمت؟ عندنا يا جماعة سيطرة القلب على العقل، اشتهاء الكلام وطلة الحديث، استحسان الإسراف في القول، طبعا اكتساب المهابة والوقار. إجابة نمرة باء. سؤال 11: حدد ما يلي الفكرة المناسبة للموضوع. فضائل الصمت: الصمت المعيب، موازنة الكلام والصمت، صلة اللغة بالفكر. طبعا هو بيتكلم عن فضائل الصمت. فضائل ايه؟ الصمت. متى يصمت المتحدث من وجهة نظر الكاتب؟ إذا أحب الصمت، عندما يحب التأمل، إذا اشتهى طبعا الكلام يصمت. إذا دخل بقصة الكلام يبقى إذا اشتهى الكلام. الإجابة نمرة ج. 13 بقى عندنا: استنتج من الموضوع الدلائل التي اعتمد عليها الكاتب لتوضيح فكرته. طبعا الترادف في تكرار الجمل، الشواهد القرآنية، السجع والإيحاء بالكلمة، ولا الأقوال المأثورة عن الحكم؟ طبعا الأقوال المأثورة عن الحكم. السؤال 14: ما الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من الفقرة حول أهمية الصمت؟ طبعا الصمت هو أفضل وسيلة للتعبير عن النفس، ولا الصمت يزيد الشخص غموضا، ولا الصمت يساعد على التفكير والأمل، ولا الصمت يزيد من مهارة التواصل؟ طبعا الإجابة نمرة ج. الصمت يساعد على التفكير والتأمل. لو نظرنا للسؤال 15: طبعا ابن العزيز ما تنساش تشترك في قناة نصف اللغة العربية وتشارك الفيديو لأوسع نطاق. طالب العزيز طالب الصف الثاني الثانوي، وطالبة العزيزة طالبة الصف الثاني الثانوي، وتنشر طبعا نطاق الفيديو لأوسع نطاق. عرض ابن الزعيم على قدس العتق ونوال الحرية، فرجاه قدس ألا يفعل وتوسل إليه أن يبعث معه من يبيعه لسلطان مصر فينتظم بذلك في سلك المماليك. سؤال 15: ميز ملمحا لشخصية قدس ظهرت في موقفه من العتق. طبعا عندنا ملمح اللي هو طموحه بانضمامه للجيش وتحرير الأمة. طبعا حب لسيدنا الجمال غلط، تعوده على الحياة العبودية غلط، حب لمصر وسلطانها غلط. هو كان نفسه طبعا انه بتطمح بانضمامه للجيش وتحرير الأمة. السؤال 16: يقول أبو تمام:
ذكرتك حتى كدت أنساك للذي توقد من نيران ذكراك في قلبي. بكيتك لما مثل النأى بالهوى كان لم يمثل بي صدودك في القرب. وهل كان لي في القرب عندك راحة ووصلك سهم البين في الشرق والغرب. بلى كان لي في الصبر عنك معول ومندوحة لولا فضولي في الحب. طبعا السؤال السادس عشر، معنى كلمة النأى طبعا معناها البعد. الإجابة نمرة باء. بعد كده يا ابن العزيز عندنا ميز اللون البياني في قوله نيران مما يلي. طبعا استعارة تصريحية، طبعا ما تنفعش تشبيه بليغ ولا استعارة مكنية ولا مجاز مرسل. وقلنا أي كلمة طبعا بتبقى مفردة في أغلب الأحيان بتبقى طبعا نيران بتبقى استعارة تصريحية. حدد ما يلي العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات. طبعا عندنا التعجب من صدود المحبوبة، التحسر على فراق المحبوبة، الفخر بحبه العذري، عتابه. وطبعا هو هنا بيتحسر على فراق المحبوبة. استنتج سؤال 19، استنتج ما ينفيه الشاعر في البيت الثالث. طبعا البيت الثالث هو الراحة، ما ينفيه الشاعر هنا الراحة. السؤال 20، ميز مما يلي سمة من سمات الشاعر الفنية. طبعا يا جماعة من سمات الشاعر الفنية الاهتمام بالصور البلاغية. السؤال 21، ميز بسبب بكاء الشاعر في البيت الثالث. طبعا بسبب الفراق. ميز المبدأ الأخلاق في البيت الرابع. المبدأ الأخلاق يا جماعة الوفاء بالعهد ولا طبعا الصبر على الشدائد ولا التسامح مع الأخطاء ولا مواساة المظلومين. طبعا الوفاء بالعهد. بعد كده اقرأ ثم أجب. الشعوب كالأفراد فيها من يولدون على حكم الطبيعة ويعيشون على هامش الحياة ثم يغوصون في ظلام العدم، لا ينعم بهم وجود ولا يغنم منهم إنسان ولا يعبأ بهم تاريخ. وفيها من يقبلون إقبال الربيع، ينظرون الحياة بالجمال ويمرعون الأرض بالخصب ويفيضون على الدنيا سلاما وآمن وغبطة. أولئك الذين يصطفيهم الله من خلقه لإعلاء حقه فيودعهم سره ويحملهم رسالته فيعيشون لأجلها ثم يموتون في سبيلها بعد أن يخلدوا في صدر الزمن وعلى وجه الأرض. أثار جهادهم في الله وجهودهم للناس وفضلهم على المجتمع. وهؤلاء هم أدلاء ركب الحضارة وحمال طبعا آلوية الخليقة، يقلون قلة الصفوة ويبطئون إبطاء الخير، ولكن آثارهم تشغل ذهن العالم وأخبارهم تملأ سمع الزمان. هذا التاريخ على طوله وفضوله لم يسجل من الأمم التي بلغت رسالة الله بالخير والجمال والحق إلا أربعا: العبران في الدين والإسلام، واليونان في الفن والعلم، والرومان في النظام والحكم، والعرب في كل أولئك جميعا. من مقال للزيات. طبعا لو لاحظنا السؤال 23 السؤال بيقول حدد معنى آلوية. طبعا علامات ولا أعلام ولا طرق ولا وسائل. طبعا آلوية اللي هي أعلام. سؤال 24 حدد علاقة لإعلاء حقه بما قبله. طبعا يا جماعة العلاقة بتبقى تعليل لأنها سبب حدوث الفعل لإعلاء، لأن هنا عندنا دي مفعول لأجله. سؤال 25 ميز اللون البياني في قوله يغوصون في ظلام العدم. طبعا يا جماعة السؤال 25 الإجابة طبعا نمرة ألف استعارة مكنية، وصور الظلام وكأنه بحر نغوص فيه. سؤال 26 عندنا حدد ملمحا من ملامح شخصية الكاتب من خلال فهم المقال السابق: مقدس للرسالة السماوية، معتز بعروبته وفخور بها، خبير بتجارب الحياة وتقلباتها، يحسن قراءة المستقبل. طبعا معتز بعروبته وفخور بها.
سؤال 27 في قول الكاتب يقولون قلة الصفوة ويبطئون إبطاء الخير. سؤال 27 طبعا الإجابة نمرة ج ازدواج. السؤال 28 عندنا ما العلاقة التي يراها الكاتب بين الأفراد والمجتمع؟ الأفراد مجرد عناصر في المجتمع، طبعا غلط. الأفراد هم لبنة المجتمع مسؤولون عن بناء وتطوير. دي الإجابة صحيحة. سؤال 29 إذا طبقنا أفكار الكاتب على واقعنا الحالي فما السمة التي يجب على القادة أن يتمتعوا بها لقيادة شعوبهم نحو التقدم؟ طبعا هنا الإجابة هتبقى نمرة ج الرؤية الثاقبة والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة. سؤال 30 استنتج المغزى الذي يريد الكاتب إيصاله في هذا المقال. أهمية دور الرفاهية المصري في تغيير المجتمع، ولا دور الدين في توجيه الشعب نحو الخير، ولا تفضيل بعض الشعوب على بعضها تاريخيا، ولا أهمية وجود قادة مؤثرين يساهمون في تقدم البلاد؟ يبقى أهمية وجود قادة مؤثرين يساهمون في تقدم البلاد. السؤال 31 ما السبب وراء ظهور فن الموشحات؟ هل هو كثرة مجالس اللهو وأماكن الغناء، ولا طبيعة الأندلس الجميلة كثرة الغناء، ولا رغبة المسلمين في التميز والاختلاف، ولا حرص على التجديد في الشعب؟ طبعا طبيعة الأندلس الجميلة وكثرة الغناء. طبعا ده السؤال اللي هو 31. سؤال 32 اقرأ ثم اجري كل بارود اصبر على مس الهوان وأنتم عديد الحصى إني إلى الله راجع. طبعا استنتج من الأبيات السمة من سمات الاتجاه المحافظ، البدء بالغزل لا، الحفاظ على التصريع لا، المقدمة الطويلة لا، التأثر ببعض ألفاظ القرآن الكريم إني إلى الله راجع. سؤال 33 من أشهر المشاركات في الحياة الأدبية بالأندلس واشتهرت بمسجلاتها الأدبية مع ابن زيدون. طبعا يا جماعة سؤال 33 الإجابة هتبقى نمرة ج ولادة بنت المستكفي. يبقى نشر المشاركات في الحياة الأدبية بالأندلس واشتهرت بمسجلاتها الأدبية مع ابن زيدون. طبعا هي ولادة بنت مين؟ بنت المستكفي. بعد كده ابن العزيز يقول أو قال ابن خفاجة الأندلسي يا رب مائسة المعاطف تزدهي من كل غصن خافق بوشاح معتزة يرتاح من إعطافها ما شئت من كفل يموج رداح نفضت نفضت ذوائبها الرياح عشية فتملكتها هزة المرتاح حط الربيع قناعها عن مفرق شمط كما ترتد كاس الراح. تعكس الأبيات غرضا من أغراض الشعر العربي في العصر الأندلس. هل طبعا هو الشعر التعليمي؟ طبعا الإجابة بتكون خطأ. هل هو شعر فتوح المجازات؟ طبعا غلط. رسائل المدون غلط، ولكن هو الإجابة وصف الطبيعة، دي من أغراض الشعر في العصر الأندلسي. السؤال طبعا 35 سؤال بيقول أجبر ابن زيدون على التعالى عن ولادة فكتبت إليه ألا هل لنا من بعد هذا التفرق سبيل فيشهو كل صب بما لقى. فأجاب ابن زيدون يقول لحى الله يوما لست فيه وملتقي محياك من أجل النوى والتفرق وكيف يطيب العيش دون مسرة وأي سرور للكئيب المؤرق. يسمى هذا اللون من الشعر لأبناء الأعزاء. طبعا سؤال 35 هو بنسميه المساجلات أهو. طبعا المعارضات غلط، النقاد غلط، المرشحات غلط. يقول فاروق جويدة كل الأحبة يطلبون رضاك وأنا بدمي قد رويت سراك إن كان في سنن الحياة ضريبة فأنا بروحي قد فديت حماك قلب يسافر في الحياة بطولها ما حب شيئا في الوجود سواك يا قبلة الدنيا وتاج زمانها الله في قمم العلا سواك. سؤال 36 ميز الخيال في قوله قلب يسافر في الحياة. طبعا استعارة مكنية وكأن القلب إنسان يسافر سر جمالات تشخيص. سؤال 37 حدد الوسيلة التي استخدمها الشاعر لبيان الاهتمام بالمتقدم في البيت الأخير. طبعا سؤال 37 طبعا إجابة نمرة باء الله في قمم العلا سواك وسيلته التقديم والتأخير. ماشي يا جماعة كده. سؤال 38 قال الشاعر وقالت روح بربك من أمامي فقلت لها بربك أنت روحي. ميز المحسن البديع في البيت السابق. سؤال 38 هيبقى تورية.
السؤال 39 قال الشاعر: صببنا عليها الظالمين صياطنا فطارت بها أيدي صراع وأرجل. بين أو ميز نوع الإطناب في البيت السابق. طبعا يا جماعة الإطناب هنا هيبقى إطناب بالاحتراس. إطناب بالاحتراس. السؤال 40 متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي. طبعا يا جماعة هنا ميز إيجاز حذف في البيت السابق هيكون طبعا إيجاز بحذف المبتدأ أنا متفرد. سؤال 41 العمل ما أعظمه من قيمة ترفع شأن الإنسان المتعجب منه. في طبعا سؤالنا هيكون الهاء، ما أعظمه الهاء. بعد كده عندنا شتان بين العمل وبين التهاون. يا جماعة شتان وانت مغمض اسم فعل ماضي، شتان بمعنى افترق. بعد كده السؤال 43 المصريون كلمتهم واحدة عند جعل الجملة السابقة أسلوبا للاختصاص تكون. طبعا نحن المصريين ما تنفعش، هم المصريين ما تنفعش، أنتم المصريين. طبعا نحن المصريين عشان مختص منصوب بالياء، كلمتنا واحدة. إجابة نمرة باء. 44 أعظم بالمصريون شعبا. الجملة خطأ وصوابها أعظم أو أعظم بالمصريين شعبا. إجابة نمرة ج. لا طبعا ما أعظم مصر غلط، أعظم بالشعب غلط، أعظم بالمصريين شعب غلط. يبقى هي أعظم بالمصريين تبقى طبعا فاعل مرفوع طبعا محلا مجرور لفظا. بعد كده شعبا طبعا هتبقى هي تمييز. السؤال 45 لا راضيا بالذل حر. عند تحويل الجملة للجمع المذكر نقول طبعا لا راضين بالذل أحرار، لأن طبعا هتبقى اسم لا مبني على الياء أو منصوب بالياء أو مبني عليه. طيب سؤال 46 حدد من البدائل التالية المتعجب منه المعرب بعلامة مقدرة. طبعا السؤال 46 ما أعظم التواضع؟ أعظم بالتواضع، هي ده علامة مقدرة مجرور لفظا مرفوع محلا. السؤال 47 لقد قرأت الكتاب فما أفضله ما استفدته منه. نوع ما طبعا عندنا فما أفضله ما استخدمته منه. هنا السؤال 47 هتبقى استفهامية وهتبقى موصولة. فما أفضل استفهم والذي استفدته منه طبعا موصولة، يبقى ما هنا استفهامية والتانية موصولة. السؤال 48 نقط. سمعت أحمد زويل تعجبك صراحة. حدد الجملة السابقة بعد وضع إن عفوا. إن سمعت أحمد زويل تعجبك صراحته، دي الإجابة عشان طبعا إيه طبعا تعجبك جواب شرط، واللي تعجبك صراحته تبقى فاعل مرفوع بالضمة. معايا كده ابن العزيز يبقى هنا مجزوم لأنه جواب للشرط. سؤال 49 ما أكرم الناس إلا من استحق الإكرام والتقدير. ميز إعراب ما تحت خط ما أكرم الناس. حبيبي ابن العزيز طبعا الناس هتبقى فاعل مرفوع بالضمة. إجابة نمرة د. سؤال 50 إليكم سؤال 50 إليكم نشرة الأخبار. طبعا ما تحته خط مبتدأ مرفوع بالضمة والمبتدأ مؤخر. طبعا هي فعلا ولا مفعول به منصوب بالفتحة ولا مضاف إليه. طبعا الإجابة هتبقى نمرة باء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
بعد كده قال الشاعر: تأبى العصي إذا اجتمعت تكسرا، وإذا افتكرن تكسرت أحاد. ابسط معنى البيت فيما لا يزيد على 3 أسطر. طبعا ابن العزيز أسيبك أنت طبعا تشرح اللي هو البيت السابق، وطبعا تكتبوا لي في التعليقات. وكمان السؤال 52: يختلف الناس في فهمهم السعادة، فيراها البعض في المال، ويراها البعض الآخر في العمل، ويراها فريق ثالث في الرضا. طبعا تكلم عن السعادة الحقيقية والعمل التي تؤديها. أسيب لك برضو المجال طبعا تكتب ابن العزيز. ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية، وتنشر الفيديو لأوسع نطاق. في نهاية الفيديو وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.